الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. كلما ذكرك يا ربنا الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، والرضا عن آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، فما أحسن أن يتناصح الناس في دينهم، وأن يبذلوا لبعضهم النصح الخالص الذي يكون من ورائه تصحيح العمل وتصحيح المنهج وتصحيح الطريق. فدين الله قائم على العلم، وشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائمة على العلم، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاشترط لشهادة أن لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل. دين الله قائم على العلم، وربنا يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل. ويجب علينا أن نحسن تعلم العلم وأن نحسن تطبيق العلم. يجب أن نحسن التطبيق، فإننا اليوم قد نعاني من قضية إساءة التطبيق. قد تسيء أيها المسلم في تطبيقك للأحكام وللسنن، وذلك أن العمل يجب أن يؤخذ من طريق العلم، وأن لا يكون العامل مبالغا أو مغاليا في تطبيق ما تعلم. والمقصود أننا حين نتعلم ونريد أن نعمل يجب أن نحسن العمل. وخذ الصلاة مثالا، الصلاة التي نصليها، تكبيرة الإحرام ترفع يديك حذو منكبيك، هذان هما المنكبان، فترفع يديك حذو منكبيك. ومن أهل العلم من قال لا بد أن يمس أذنيه، والأحاديث واردة في رفع اليدين حذو المنكبين، وأيما هيئة عمل بها المصلي يكون قد أصاب. فالأمر في ذلك واسع وليس ضيقا، الأمر واسع، لكن ليس معناه أن تأتي إلى القبلة وتفعل هكذا: الله أكبر الله أكبر. هذه هيئة ما توجد في الكتب ولا توجد في السنة ولا توجد في العلم. الله أكبر، لا، ارفع يديك، ثم لا تبالغ بهيئة معينة تحسب أنها هذه هي السنة وتقلد غيرك، تقلد غيرك. لا، ارفع يديك بكامل الهدوء وبكامل الحيوية، من غير تشنج ولا تعصب ولا توتر. فإن البعض يتوتر في الصلاة، فعند التشهد في الصلاة تريد أن تتشهد، بعضهم لما يريد أن يتشهد يفعل هكذا فوق ركبته،
يخبط يده على ركبته. لما تخبط يديك؟ هذه الصلاة إيمان، هذه الصلاة روح وريحان، هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، هذه الصلاة مثول العبد بين يدي الله. فكن هادئا وكن وديعا وكن دمثا وكن لطيفا وكن سهلا. أيما حركة في الصلاة لا ترجع إلى الصعوبة، ما يمكنش تكون صعبة الصلاة هذه. فما عندك لاش انت تجي هذيك. عاد واحد تيهز يديه بعد الرفع من السجود وكيخبط على يديه حتى تتكلم. هذه من الأخطاء الإخوان. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ارفع يديك، هذه السنة. ورد الرفع في أحاديث الصحيحين وخارج الصحيحين من طرق متعددة، وعلى ذلك أهل الحديث والأثر يرفع المصلي يديه في 4 مواضع، في 4 مواضع أو 4 مواطن في الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وبعد الرفع من الركوع، وبعد القيام من التشهد الأول. بعد القيام من التشهد الأول هذا الرفع مسنون مستحب، يثاب صاحبه، يرزق صاحبه القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيا لسعادة من تأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ورفع يديه 4 مرات في الصلاة، وإن لم يرفع فصلاته صحيحة، لا نقول إلا خيرا. فإنما هذه سنن مستحبة يثاب فاعلها، ومن تركها لا يعاقب. لكن العبد منا طماع أجر، يجب أن نكون طماعي أجور، يجب أن نكون من الطامعين والطماعين. هذا مجال الطمع، هذا المجال يطمع فيه. نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، نطمع أن يثيبنا ربنا ثوابا مضاعفا، نريد الثواب ونحصل على تلك الجملة العظيمة التي هي الميراث النبوي الشريف: صلوا كما رأيتموني أصلي. ميراث نبوي عظيم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هكذا يريد المسلم أن يحصل على هذا الميراث. فإذا رفعت أو خفضت في الصلاة فليكن بدماثة وبلطافة، ولا تقلد في صلاتك غيرك، لأن التقليد هنا لا يصلح. ما تقلدش، خذ الأمور بعلم، خذ الأمور بدليلها، ولا تقلد، لأنك تقلد من غير معرفة الدليل، فهذا لا يصلح. وهو الذي نهى عنه العلماء، وهو الذي قالوا فيه: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجنادل، كما نقل ابن عبد البر هذيك الكلام القديم، نقله في جامع بيان العلم وفضله عند الكلام على التقليد. فإذا رفعت بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ترفع يدك بالهدوء باللطافة، لا تخبطها عود على رجلك ديرها، لا. من أين جئتم بهذا؟ ما رأيناه في الكتب ولا رأينا العلماء يصلون على هذه الهيئة، وكم رأينا من أهل العلم يصلون عددا. رأينا عددا من أهل العلم يصلون، ما كانوا يفعلون هذا. رأينا مشايخنا في المغرب ونحن الصغار يصلون، ولا كانوا يفعلون هذا في صلاتهم، وهم أعلم الناس بالله العلماء. رأينا الشيخ خليل الورزازي رحمه الله يصلي سنين ولا يفعلون هذا. الشيخ مولاي مصطفى العلوي طويل المكناسي رحم الله الجميع
ولا كان يفعل ذلك، وغيرهما من أهل العلم، وهكذا مشايخنا من المشارقة، شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، ولا كان يفعلون هذا. الشيخ الألباني رأيته يصلي كثيرا وصليت بجواره كثيرا، ولا كانوا يفعلون هذا. الشيخ بن باز صلى بنا كم عددا، ولا كانوا يفعلون هذا. فإذا العلم به تستقيم عبادة المسلم، بالعلم، ولكن تطبيق العلم يحتاج إلى تصحيح التطبيق، إحسان التطبيق، إحسان التطبيق. لا ينبغي أن تبالغ ولا أن تزيد، لا تزيد، كل الأمور تؤخذ. ثم لما تقوم في اتجاه القبلة ابتداء تقف عاديا، وأنت تصلي فذا منفردا، قف عادي أمام القبلة، لا تقم، يعني لا تجعل نفسك في هيئة غير الهيئة العادية. وجه وجهك إلى القبلة، واعلم أنك أمام الله، وأنك سوف تصلي لله. واجعل أطرافك كاملة متجهة إلى القبلة، ولا تنحرف عن القبلة، فإنك تصلي إلى القبلة فأطرافك تكون مستقيمة إلى القبلة. ليس لبعض المسلمين صلاة تخصهم دون سائر المسلمين. صلاة المسلمين واحدة، صلاتنا واحدة، ليست متفاوتة ولا متميزة إلا من جهة العلم والتطبيق وإحسان التطبيق. هذا الذي نتفاوت فيه في صلاتنا. فالعلم للعبادة مطلوب، واستقامة العبادة بالعلم، ويجب أن نحسن التطبيق. من ذلك أن بعض المصلين يقعون في شيء نهى عنه العلماء قديما. وفي مقدمة أهل العلم إمام الأئمة مالك بن أنس الأصبحي المدني رحمه الله ورضي عنه. الإمام مالك كان ينهى عن الاعتماد في الصلاة، الاعتماد في الصلاة. والاعتماد في الصلاة هو الاختصار، هو الاختصار. والاختصار آت من الخاصرة، والخاصرة هي هذا الجنب، هذا الحوض، الحوض هذه الخاصرة، هذه الخاصرة، هذه هنا، هذه الخاصرة وهذه الخاصرة. فالمصلي لا ينبغي أن يعتمد على نفسه، لا ينبغي أن يستند إلى نفسه في صلاته. هذا إذا كان قائما يصلي وقد وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، لا يعتمد ولا يستند إلى نفسه، ما يتكيش، كاين اللي كيديرها وكيديرها، لا، هذا مخالف للأدب في الصلاة، وحذر منه العلماء. وفي مقدمتهم إمامهم الأثري صاحب العلوم الوفيرة جامع الفقه والحديث مالك بن أنس الأصبحي، وهو الإمام مالك الأصبحي رحمه الله ورضي عنه. إذن يجب أن تضع اليمنى على اليسرى من غير اعتماد، ما تسكيش، ما تسندش،
اليمنى على اليسرى، عندك وضعان فيها، إما الكف على الكف، وإما الرسخ على الساعد والرسخ على الساعد. هذا الرسخ هو هذا المعصم، الرسخ على الساعد هكذا، وهذا الرسخ هنا على الساعد هنا هكذا. فإن وضعت يدك اليمنى على اليسرى على صدرك فذاك حديث وائل بن حجر الذي صححه العلماء، وهو قد وردت فيه عبارة على صدره، على صدره، وهذا هو الصدر، ما صلب من مقدمة الإنسان فويق البطن هو الصدر، هذا الصدر. ولئن وضعت يمناك على يسراك فوق سرتك فإن ذلك جوزه العلماء، ولله ضر من قال من أهل العلم ارتفع فوق سرتك واقبض كيفما شئت، ارتفع فوق السرة، على أن القبض تحت السرة هو مذهب الحنفية، ولهم في ذلك ما يستدلون به، وإن كان أهل الحديث لا يقبلون حديث وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة بهذا اللفظ، لا يقبله أهل الحديث ويقولون هو حديث ضعيف، والواقع أنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. فالمقصود يضع يمناه على يسراه ولا يستند، ولا يستند ولا يعتمد ولا يختصر، لا يضع يديه أو مرفقيه على خصريه هكذا، لا. هذه نبه عليها العلماء. وحتى في السجود، حتى في السجود لا تضع مرفقيك محاذيا لفخذيك، ومما نص عليه العلماء في كتب الفروع، وقرأته وأنا صغير قديما في شروح ابن عاشر، الشروح المختلفة لمتن الإمام ابن عاشر عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله، أن الساجد يجافي بين إبطيه ولا يدخل مرفقيه عند فخذيه يلصقهما. هنا بعض المصلين يريد أن يتجنب هذه، فماذا يفعل؟ يأتي في السجود فيضع يديه هكذا ويرفع مرفقيه ويجعل مرفقيه بوجه أخيه الذي يصلي بجانبه، فهل هذا يستقيم؟ هذا يستقيم في الصلاة؟ لا. أبعد مرفقيك من بطنك واجعلهما بحذاء نفسك، وسوف تكون الهيئة مستقيمة من غير أن ترفع مرفقيك هكذا وتجعلهما في وجه المصلي الذي بجوارك. فالمصلي يصلي في جماعة ولا يصلي منفردا؟ في جماعة. وفرق بين أن تصلي منفردا فلربما جافيت بين إبطيك وأخذت في التوسع أكثر، ولكن مع الجماعة يجب أن تكون لينا في أيدي إخوانك، ولينوا في أيدي إخوانكم، قاعدة عامة في الصلاة، ولينوا في أيدي إخوانكم. جاء واحد بغى يدخل الصف، لين واعطيه المكان لكي يدخل. واحد شوية مزاحم، شوية، ولينوا في أيدي إخوانكم. تتناول هذه وتتناول تلك وتتناول كلما ينطبق عليه اللين للإخوان الذين يصلون معك في الجماعة وهم معك في الصف.
أذكر وأنا صغير كان عندنا رجل من أهل المسجد وكأنه أدرك تكبيرة الإحرام في المسجد 50 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. لما يفتح بيته بالفجر نسمع بيته حين يفتح بذاك المفتاح الذي كبير، مفتاح رحمة الله عليه. وكنا صغارا نقرأ القرآن في المسجد ونواظب مع الشيخ، فكان يقول لنا كلاما عجيبا من جملة ما حفظت عنه وأنا صغير ولم أنسى، أننا إذا توضأنا في النافورة في المسجد بعضنا يأخذ الماء ويضرب على وجهه، يأخذ الماء ويضرب على وجهه. هذه كلها داخلة في الخشونة والعنف في استعمال الأمور. إنسان يكون شديد كل حاجة يعملها بشدة. كان يقول رحمه الله، يقول يا أبنائي الوضوء هكذا، الرحمة حط الماء على وجهك، الرحمة يقول بالهدوء بالليونة، الرحمة. يقول هذه رحمة، هذه كيف تخبط الماء على وجهك؟ شوف هذا رجل توفي أكثر من 40 سنة رحمة الله عليه. الشيء بالشيء دائما يذكر، حاجة تفكرك في حاجة. المقصود أن التوجيه للإخوان وللمصلين أن الأمور تؤخذ باللطافة وبالدماثة وبحسن العمل وحسن التطبيق وإتقان الأمر وعدم الغلو في التطبيق وعدم الزيادة، فإن الزيادة في الشيء كما قال العلماء نقصان، الزيادة في الشيء نقصان، أنك حين تزيد لم تزد، أنت تنقص، لأن كان الواجب أن يكون الأمر كما هو. ولا ينبغي أن يدعي المسلم لنفسه خصوصية تخصه. نحب أن تكون صلاتنا نحن المسلمين متساوية، أن لا نخالف بعضنا في الصلاة مخالفة كبيرة، مخالفة ظاهرة، مخالفة مؤثرة. إن كانت هناك بعض الفروق بين المصلين فلتكن في دائرة الصلاة ولا تكن خارجة عن دائرة الصلاة. فما يوجد لبعض المسلمين خصوصية في صلاتهم دون من سواهم من أهل الصلاة من المسلمين، لا توجد خصوصية. صحيح أن بعض المصلين يعتني بالسنن في صلاته وبعض المصلين لا يعتني بتلك السنن، هذا عادي. وهنا لا نقول هذا يصلي صلاة مختلفة عن صلاتنا يرفع يديه في كل خفض ورفع، فالجواب أن هذا يصلي ويرفع يديه لأنها سنن، لأنها سنن. ما ادعى أنها واجبات، لم يدعي أنها واجبات، ولا ادعى أن من تركها فإن صلاته تبطل أبدا، بل هو يعمل بها ابتغاء العمل بالسنة وابتغاء الثواب، ويتحين ويتحرى أن يصيب الصلاة النبوية بقدر الإمكان، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. على هذه أو لأجل هذه نحاول جميعا. وكان الصحابة يجعلونها نصب أعينهم، وكم احتج العلماء بهذا الحديث. وإذا اختلفوا في بعض أمور الفقه في الصلاة نطق العلماء بهذا الحديث فقالوا:
صلوا كما رأيتموني أصلي يشهد لهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحج كما حج لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ونزكي كما زكى، ونصوم كما صام صلى الله عليه وسلم، ونعبد الله بقدر الإمكان، ونتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونحاول أن نصيب السنة النبوية في أعمالنا، في عبادتنا، وفي كل أمورنا. الله أكبر. أهلا مرحبا. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يحفظك، الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الحمد لله. على كل شيء قدير. وهكذا صلى العلماء وصلى المسلمون، واختلفت بعض أحكام المذاهب في الصلاة، وصلوا جميعا لله رب العالمين. ولم يكن هناك ما يدعو للقلق ولا لإثارة الخلاف المؤذي والنعرة المؤذية، بل كانوا إخوانا
متآلفين يصلون لله تبارك وتعالى، فهذا يصلي ويرى في الصلاة حكما لا يراه الآخر، ويختلفون ويصلون لله تبارك وتعالى. نريد أن نتحد في صلاتنا، وألا نكون ممن يعتقد أن بعض المسلمين صلاتهم ناقصة. لا، من أقام الأركان في الصلاة فصلاته كاملة. إذا لم يخل بركن من أركان الصلاة فصلاته كاملة، فلا نستطيع أن ندعي فيها النقصان، لا نستطيع أن ندعي فيها النقصان، فهي كاملة الأركان. لم يعمل بسنة من سنن الصلاة، هذا لا يخل بصلاته ولا يبطل صلاته. إنما أقول هذا الكلام لكي نصحح النظرة إلى بعضنا، وألا نخطئ في الأحكام على بعضنا. فلا شك أن العمل بالسنن خير وسعادة وثواب وتأس بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يكن معتنيا بكل السنن في الصلاة فإن صلاته إذا كملت أركانها فقد كملت، وهي مجزئة له كافية ومبرئة لذمته عند الله، مبرئة للذمة عند الله عز وجل. نريد أن لا يكون بيننا ما يثير الخلاف المؤذي حتى يكون بعض المسلمين يفخر على بعض ويتعالى على بعض بهذا السبب. لا فخر في هذه الأمور أيها الإخوان. أنت احمد الله إذا وفقك للسنة تتبعها، احمد الله، ولا تفخر ولا تتعالى ولا تزهو، لا تقع في الزهو والكبر والترفع والشموخ. إياك ثم إياك، خليك متواضع دمث. على هذه النقطة يدندن الكلام. يجب أن تبقى في حالك، فلا كبر ولا ترفع ولا شموخ ولا تقليل من شأن الآخرين. لا تقلل من شأن الآخرين، من شأن المصلين الآخرين. لا تقلل من شأن رواد المساجد الذين يرتادون المساجد ويلزمونها ويحافظون على صلواتهم. فيجب علينا أن نكون ممن من الله عليه بنعمة من النعم في عبادته، فيحمد الله على النعمة ويسأل الله ثبات هذه النعمة وعدم زوالها، ويسأل الخير لأهل الإسلام، وأن الله لما من عليه بهذه النعمة يحمد الله عليها، لا يتعالى ولا يفتخر ولا يتكبر ولا يرفع كتفيه على الناس في المساجد وفي غير المساجد. خليك المسلم المتواضع، لأن أهل الجنة هم كل ضعيف مستضعف. لو أقسم على الله لأبره. هذوما أهل الجنة. ليس أهل الجنة هم أهل الكبر والشنظير والجواظ والمتكبر، ليسوا من أهل الجنة. فكن أنت على أخلاق أهل الجنة وأنت في الدنيا، كن على أخلاق أهل الجنة وأنت في
الدنيا تشبه بأخلاق أهل الجنة، وهم الضعفاء المستضعفون المدفعون بالأبواب. لو رأيته لما وزنته بميزان، تقول هذا من هو؟ هذا لا شيء، وهو عند الله كبير، وميزانه عند الله عظيم. نريد هذه يا أيها الإخوان، نريد هذه، وأن نفسح في صدورنا وقلوبنا لإخواننا المسلمين، لإخواننا المسلمين. والمسلمون إخوة، كما قال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يجب أن تحمد الله على نعمة الهداية، ونعمة العلم، ونعمة سداد الطريق، وضوح المنهج، اتباع السنة، معرفة الحق. تحمد الله على هذا، وتذكر نعمة الله عليك، وتسأل لإخوانك الهداية. كن هكذا، كن هكذا، كن محبا للخير لأهل الإسلام. يجب أن نصفي قلوبنا، ويجب أن تسع نفوسنا إخواننا الذين هم أهل القبلة، يصلون إلى قبلتنا، ويشهدون شهادتنا، ويؤمنون بحلالنا وحرامنا وبديننا، فهم إخواننا، والمؤمنون إخوة. فنفسح في صدورنا وفي نفوسنا لإخواننا. هذا كل أسئلة على التجارة والتسويق الشبكي، باقي هذا الشيء كيدور، باقي ما انتهاش. هذا الكلام في التسويق الشبكي وهذا الهرمي وهذا الشيء كله تكلمنا عليه قديما مرارا وتكرارا. هذا يقول: النظام في الشركة أنهم يجعلون لك راتبا ونسبة قليلة 1% أو 1.2% من الأرباح أو من الزيادة يضيفون، يعني كاين راتب وكاين نسبة. ياك عبد العالي؟ كوميسيون، هكذا تسمى، 1.2% من الربح. هو هذا الذي سأل عنه السائل عند أهل العلم بالفقه، يقولون هذه الصورة لا تجوز، هذه الصورة لا تجوز. إما يعطيه راتبا، وإما يعطيه نسبة من الأرباح من الأول، فيقول: أنت في الأرباح 5% من الأرباح لك بدون راتب، أو راتبك 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ولا 40,000 درهم شهريا، وهذا هو راتبك، ولا نصيب لك في الأرباح. الجمع بينهما محظور فقهيا، محظور فقهيا، لأنه غير ظاهر وغير واضح، ولا يخلو من غرر أو من جهالة غير متحققة وغير معلومة. لأنك إذا قلت راتبي هو 10,000، ولما وضع لي 10,000 درهم راتب قبلتها، لماذا؟ لأن لي أرباحا أو كوميسيون كما يقولون، عندي أرباح أخرى. هب أن هذه الأرباح لم تتحقق، سوف تكون أنت مغبونا ولا لا؟ مغبون، لأنك تعول على هذا الكوميسيون، الكوميسيون غير موجود، أو هو قليل وأنت تعول عليه أنه كثير. هذه تسمى الجهالة، ما معروفش هل سيكون أم لا. وإذا كان
كيف يكون؟ ما مقداره؟ فلأجل هذه المقدمة كل ما كان من العقود مشتملا على جهالة أو غرر فإنه يكون من العقود التي لا تصح شرعا. وأكثر العقود والمعاملات يدخلها الحرام من جهات متعددة. الحرام يدخل من جهة الربا، الحرام يدخل من جهة الغرر والجهالة، الحرام يدخل من جهة بيع ما ليس عندك، ما ليس لك، الحرام يدخل من جهة بيع ما لا يجوز بيعه، ما لا يحل بيعه، كمن يبيع المحرمات التي حرم الله عز وجل. فالحرام يدخل من عدة جهات. هل يجوز أن تصلي بالتيمم لأداء صلاة السنة أن تصلي به صلاة الفريضة والسنة؟ هذا بحسب المذاهب. إذا كان هناك من المذاهب من لا يرى أن تصلي بالتيمم إلا الفريضة ومعها السنة، وتصلي معها السنة، كمن يصلي العشاء يصلي معها الشفع والوتر أو الوتر. ومن أهل العلم وهم أهل الحديث يرون أن التيمم يصلي به المسلم ما يصلي به المتوضئ من غير فرق، فتصلي بالتيمم الصلوات ما دمت متيمما، لم ينتقض وضوء تيممك، فأنت تصلي ما دمت تيممت لأجل فقدان الماء، والماء لم يظهر، لم يكن أو لم يوجد، أو تيممت لأجل المرض مع وجود الماء وأنت لا تستطيع استعمال الماء، لا تستطيع استعمال الماء لأجل المرض، فأنت تتيمم وتصلي. لكن إن كان لأجل فقد الماء ينتظر المتيمم عسى أن يظهر الماء إلى قرب إقامة الصلاة، وفي ذلك تفصيل. يجوز أن يكون هناك شيء من التفصيل في هذا في وقت لاحق. الآن الأذان أذن ولعلنا سنصلي قريبا. هذه السيدة تسأل الدعاء لولدها الذي توفي إثر حادث السير والدعاء لها بالصبر. اللهم صبرها، اللهم صبرها، اللهم صبرها، اللهم من عليها بالصبر وثبت على قلبها، شد على قلبها وثبت نفسها وارزقها صبر الصابرين المحتسبين. فإنه ما أوتي العبد وما أعطي عطاء عبد من العباد خير من الصبر، فإن الصبر هو تجرع المرارة بلا تعبس، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله. عرف الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر في اللغة أصله حبس، الحبس. قتل في فلان صبرا أي قتل حبسا. الصبر أصله في اللغة العربية هو الحبس، وفي المصطلح هو حبس النفس عن الجزع. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، وقال الشيطان لما قضي الأمر. إذن الجزع هو الذي يقابل الصبر. البكاء لا ينافي الصبر، والبكاء ليس من الجزع. ورحمة القلب وذرفان العيون السوافك على قبور الموتى، هذه رحمة أودعها الله في قلوب العباد، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. خلق الله الرحمة، والعباد متفاوتون في
هذه الرحمة. فهذه المسكينة نسأل الله أن يصبرها وأن يأجرها في مصيبتها وأن يخلف لها خيرا منها وأن يعوضها عما فاتها وأن يرحم ولدها. اللهم عافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من الخطايا بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. نسأل الله أن يلحقنا بهم مسلمين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.